الإعلامي الكبير اللي دائما ما يواجه هو شخص واحد، هو الأستاذ خالد بلطان. في بعض الأندية نشاهد أعضاء شرف يساندون سواء قرارات أو مثلا إن كان الفريق مر في مرحلة هبوط في المستوى أو نجاحات. الفريق الشبابي يعني خلال السنوات الأخيرة، خلينا نكون صريح معك سمو الأمير، بالعكس خالد بلطان هو في وجه المدفع تقريبا أمام الإعلاميين، أمام رؤساء الأندية الآخرين سواء في رد أو ما شابه. دور أعضاء الشرف أين؟ اولا يعني انا كمان اشكر لجنه الانضباط، يعني خليني احكي عن نفسي. انا كنت مبتعد لسبب وحيد، اني شايف الاخ خالد البلطان والاستاذ طارق النوفل، طبعا نائب الرئيس وكل اعضاء مجلس الاداره، الخير والبركه. لكن الان وبهذه القرارات الظالمه، انا يا واحد اعادوني للشباب، وأنا يا واحد سأظل حتى لو لم يرد الأخ خالد البلطان أن يكون رئيس نادي الشباب، يعني بمحبتنا البعض سنجبره أن يبقى رئيس النادي الشباب، وسنبقى كلنا معه. سمو الأمير، بما أن وصلنا لآخر هذا اللقاء، نتحدث عن أمرين أتمنى أن يعني تجيبنا بكل صراحة. الأمر القادم خالد بلطان بالنسبة لأعضاء الشرف والرأي الكامل، هو مستمر الموسم القادم؟ تعطيني نسبة يعني. والله أنا هذا اللي أتمناه، وأنا أقول لك يعني أنا شخصيا ومع اتصالات، يعني أنا ما أقدر أقول لك كل أعضاء الشرف، لكن من مجموعة كبيرة من أعضاء الشرف كلنا متمسكين بالأستاذ خالد البلطان. إذا كنا متمسكين به سابقا فنحن متمسكين به الآن أكثر. أنا أقول ألف مبروك للشباب، هارد لك لزملائنا وأشقائنا في النادي الأهلي. الأهلي عنده رمز من رموز الرياضة في المملكة، على خلق عالي، صاحب السمو الملكي الأخ الأمير خالد بن عبد الله، أيضا مجلس الإدارة، أيضا أعضاء شرف، وأيضا جماهير الأهلي العظيمة. وإن صدر للأسف الشديد من بعضهم تصرفات غير مناسبة في المباراة، ولكن لكل قاعدة شواذ. الأمر الآخر